الاسم ديالي علي احمد غطاس. نعم. كنوجدوا في تمرابط زاويه سيدي قاسم اقليم تطوان. المشكل ديالنا الاستاذ هو هذا الارض يعني ورثناها عن الاجداد وعن الوالده، وكنبغاو زعما نقسموها مع بعضنا او نبنيو فيها مثلا، ولكن كيجيو كيقول لك الارض الصندوق الاداري والتدبير. الارض هي تمرابط، الارض هذه بنفسها هذه من هنا اللي كنشوفوا بغرتنا عين بغرتنا، وهذيك اللي قبلتنا بالغابه الطريق كتحد بالطريق الرئيسيه نولوا، واخرى منها جهه كتحد بالبحر، من هذه الجهه هذه كتحد بالبحر. وهكذا المشكله عندنا مع الصندوق الاداري والتدبير والمحافظه. مشينا سيدي قلنا مشينا للمحافظه بغينا نبيعوا مثلا ولا نقسموا مع بعضنا، مشينا للمحافظه قالوا لنا الارض عندكم فيها النزاع ما نقدروا نعملوا معكم حتى شي حاجه. بقينا هذه احنا دابا هذه الارض خلقنا فيها الوالدين ديالنا خلقوا فيها وحنا خلقنا فيها، احنا باقيين فيها الى يومنا هذا، واخا ساكنين في تطوان نجيو هنايا. الوثائق ديالنا عندها كلشي، عندنا الحجه، عندنا الاراثه، عندنا الكروكي ديالها، كلشي المسائل ديالنا مضبوطه. ثم بعد ذلك هذه واحد 3 سنين جاوا لنا واحد الاستئذان، بقينا كنحضروا في المحكمه. المحكمة سيدي ما يقلنا حتى شي واحد اللي يتكلم معنا، لا قاضي ولا حتى شي حاجة، كنحضروا ما كاين كلام. عملنا المحامي عاود ما شاء الله والسلام، دخلنا حكمة المحكمة قال لك سيدي الأرض لا داعي لها الصندوق الإذاعي والتدبير من جهة، ومن جهتين المياه والغابة. وجاو معنا هنا نعين المكان، جا القاضي هنا نعين المكان والخبير، وقفنا في ذاك المكان في ذاك المطرفين وقالنا شنو الارض ديالكم فين؟ قلنا له الارض ديالنا سيدي عندك شي وثائق؟ قلت له الوثائق ديالنا. قال لي عطيني البطاقه، عطيته البطاقه ديالي يعني، صور داك الشيء، الرقم ديال الحجه، عبى داك الشيء كلشي مصور، مشاو بحالهم. حكمة المحكمه قال لك سيدي حكمة المحكمه في صالح الصندوق الاداري والتدبير، وهيدا والسلام. وحنا باقيين دابا عينا طالعين هابطين، ما صيبناش شي باب ندخلوا معها. المطالب ديالنا ما كرهناش، حنا كنا ندحوا زعما نوصلوا عند جلاله الملك، ولكن ما ساعدناش الحظ فين نتصلوا به على هذا الارض. اذا كاين هذا الارض الاستاذ كنطلبوا حنا مطلب واحد اللي كنطلبوا، اذا كان هذا البيع والشراء يعني يجوز في القانون او في الشرع، ما عندنا ما نقولوا حنايا يعني يبقاو الضغط على بابنا الصندوق الاداري والتدبير ولا شكون، بقاو الضغط على بابنا وضربوا الناس، عدد من الناس ماشي غير حنا بوحدنا، ضربوهم وكاين سجنوهم بعض الناس اللي سجنوهم وضربوهم بدرك الملك وبيتين فولاو وضربوهم بمعنى الكلمه، وجوج واحد منهم باقي على قيد الحياه من ديك الناس. ثم بعد ذلك دخلت القضيه المحكمه. ما دخلت القضيه المحكمه قال لك سيدي الصندوق الاداري والتدبير هو اللي شرى، واللي عنده اللي شرى له هو السيد واحد اللي يقولوا له فيلال راه انكر امام العداله، راه انكر، وهي في الحكم هي موجوده عام 68. قال عمره ما شرى ولم نحضر في هذه البيوعات، هي في الحكم الحمد لله، هو كل شيء وعد بين ايدينا. ثم بعد ذلك القضيه بقت مشاهدك الى يومنا هذا. ما مشينا دابا قلنا سيدي قال لك سيدي الصندوق الاداري والتدبير اللي يقول من جهه ديالو، والمياه والغابه اللي يقول الارض اللي بالغابه. وحضرنا وظهرت للمنطق قلت له اجي يا الاستاذ راه هذه الارض راه هي ديالنا، راني ورثتها عن بابا وعن جدي وعن كذا، وها الحجه ديالي على الحجه عام معدل عام 53. واللي يقول بابا يعني واحده تجي فيها اللي يقول هذه انا كنشتغل هذا الارض هذه 10 سنين، يعني من 53 و10 سنين هي كتجي الحجه، يعني معدلها كيسمى عام 43، يعني باقي الاستعمار. والحجه الحمد لله هي فين بين ايدينا. وهذا اللي كنطلبوا حنا الحال. الله يجازيك بخير. اذا كان نطلبوا هذا النداء يوصل لامير المؤمنين ويوصل لجميع العلماء القانون يفتيونا في هذه المساله هذه. اذا عندنا شي حق يعطيوه هنا، لما طهنا ما عندنا شي، ما عندنا ما نقولوا، احنا تحت الاوامر. احنا كنوجدوا سيدي في تمرابط. انا راني ساكن هنايا، الخلق ديالي 64، وهنا خلقت، انا باقي دابا الان هنا وما ريت حتى شي حاجه. وفي 65 وقعوا حل مشكل، القايد والشيخ والرئيس متفاهمين مع بعضهم، كيجيو يديو الناس يعطيوهم الدق، كيقولوا لهم خاصكم تبيعوا الفرنساوي. والفرنساوي قال لك اسيدي ما عندوش اللي يشري في المغرب، ما باع له حتى واحد. بقاو الناس كيعطيوهم الدق، كيمشيو عند القايد ولاو كيقول السيد مول الارض كيقول له رود وجا عند الحيط وهضر معي. السيد كيرود وجا عند الحيط كيهضر معاه، كيقول له غتبيع؟ كيقول له لا سيدي انا ما غنبيعش. وكيفطن براسو عجب من السقف الحيط، كيضربوا القايد. علاش اسيدي كضربني؟ لا بيع بالدراع، بيع صحه. دابا نتوما ما بيعتوش؟ احنا سيدي ما بعنا، ما شرينا، ما رينا، ما شفنا.
وحاليا كي هاد وحنا باقيين انا هنا خلق وانا باقي ساكن دابا انا هنايا. دابا المشكل دخلنا المحكمه كنمشيو للمحافظه كيمنعونا كيقولوا الناس الارض عندكم في النزاع على حساب الصندوق. ايوا حنا ما عندناش الارض الصندوق، حنا راه جدي الوالده عطينا الثلث، راه الثلث معطي في 47 عندنا الملكيه معدله في 53 والمشكل اللي وقع حتى 65. اي والله من هذا منكر. حنا الله ينصر سيدنا، المطلب ديالنا كنطلبوا من المحكمه طلقنا الوثائق ديالنا والله ينصر سيدنا وحنا نوصلوا حتى عند الملك الله ينصرو. الشيء اللي كاين وصافي، حنا راه حنا مظلومين وعملوا لنا دابا حنا ما بقى لنا حتى شي حاجه. انا بدي عندي 6 العيال كاملين خوتي هيداك، واذا داونا الطرف هذا ما عندنا لين نمشيو نسيبوا راسنا في البحر صافي، وحنا الله ينصر سيدنا صافي. السلام عليكم أستاذ لاباس مزيان بخير. أنا أحمد أغطاس من تمربط. عندنا الأرض فيها المشكلة مع صندوق الإيداع والتدبير، وهذا البيع هذه شحال سنين عام 65 ولا 63 جاو يعني كيشريو هذه الأرض القيد والشيخ والمقدم بأن كيقول لك حنايا المخزن هو كيحتاج هذه الأرض، وقاو الدرع للناس يعني عملوا عليهم صحة وكيضربوا الناس وتعداوا عليهم، وكاين من الناس اللي سجنوهم فهمتي. ثم بعد ذلك وصلت الدعوه للمحكمه، بقاو كيحضروا في المحكمه قال لهم القضيه جاي العذول كتعرفوا انتم هذه الناس اللي باعوا لكم جيبوا لنا شي واحد منهم. مشى امام المحكمه مشى نزل يده على واحد، قال له القاضي قال له هادشي ماشي عندي والو، ماشي هو هذاك القاضي، ماشي هو هذاك. صابوا ديك الشيء عند مزور ومشاو ديك العذول اللي شهدوا على هذا الناس شهدوا عليهم 10. القاضي عمل لهم 10 سنين ديال الحبس، نافذه 10 سنين ديال الحبس. ثم بعد ذلك خدموا الدور ديالهم، عطاو الفلوس ولا شي حاجه عاود حكموهم بالبراءه والله اعلم ما نعرف. حتى في الاستئناف عملوا لهم هكذا، حتى وديك الساعه حنا من ديك التاريخ هذاك وحنا في الارض ما نزعنا حتى شي واحد فيها. هذه واحد 3 سنين جاء الصندوق الايداع والتدبير والمحافظه كيقول لك خصهم يعني المحافظه خاصها تحفظ الارض ديالها، وحنا ما علمونا حتى بشي حاجه. المحافظه قال لك حنا صيفطنا لكم واحد الاستدعاء، صيفطنا لكم واحد الجريده رسميه للقياده، وحنا ما كنعرفوش نقراو الجريده، وثانيا ما علمنا حتى شي واحد بالجريده. والوالدين ما كيعرفوش، الناس اميين، والوالدين عملوا المعارضه على ذيك الارض فهمتي، عملوا المعارضه في 80 عملوا المعارضه. ودابا اللهم هذا منكر. حنا حيرناش ماشي نديروا حنا يعني الارض ديالنا، احنا خصنا نقسموا الارض ديالنا الورثه مع بعضنا حنا الخوت، وما صيبنا حتى شي حال اللي ندخلوا معه. ومشينا للمحكمه وما طابنا المحكمه والو. صندوق الايداع والتدبير كيقول لك الارض ديالو، المنطقه المياه والغابه كيقول ان الارض ديالي، وهذا الناس استولونا على الارض بدون واجب. حنا عندنا الواجب ديالنا، عندنا الحجه ديالنا، عندنا المخاصمه ديالنا، عندنا الثلث ديالنا، وهذه الارض حنا ماشي حنا جينا هجمنا عليها، حنا هنا خلقنا في هذه الارض. محمد الحسن عبد الكريم غطاس في تمربط. هذا مسمي سمرد البحر، سمرد البحر طريق ودلو. مشكلة سيدي جماعة سيدي قاسم، مشكلة سيدي هذه واحد المدة ما عرفنا، هذه راه في 63 ولا ربما من 65. الارض ما عرفنا حنا، اللي كيجي كيقول لك اسيدي ديال الصندوق ديال المياه والغابه ما عرفنا حنا. حمد المحكمه لصالح لنا، عندنا المسائل ديالنا. واش حكمت لصالح لكم؟ غا مؤخرا في هذا العام هذا نيت عندنا الحكم ديالنا، عندنا الملكيه ديالنا، عندنا المسائل ديالنا كامله. وعندنا حكم اخر قبل من هذا الشيء هذا، قال لك الصندوق كيحد معنا هنايا، صندوق الايداع والتدبير نعم كيحد معنا هنايا، ولكن ما عرفناش حنا فين هي الارض ديالو. وحنا الوالد عنده قطعه واحده، ما عندوش شي قطعه اخرى، هي هذه كتحد من الظهر من الشفق وهبطت حتى للبحر، الدخله ديالها من البحر، من هنا فلان ومن هنا فلان. شي حاجه اخرى سيدي اللي كاين. عندنا الحق، ولكن الحق يعني بشي حاجه اخرى ما عندناش، ما منعنا حتى شي واحد. القايد جا حتى لنا القاضي، المحكمه، جا الخبير، جا المياه والغابه، جا الصندوق، جا حتى لنا عين المكان وشافوا المسائل كامله. في النهايه حكمت المحكمه لصالحنا، خارجين الملف التحفيظ ديال الصندوق، ما دخليش الملف التحفيظ. في النهايه انا كنقول لك مشينا للقاضي، قال لك اسيدي مشي الارض ديالك، استغل الارض ديالك، مشينا ليله جينا ليله، حتى شي واحد مننا. ولكن في الناحيه ديال البيع ولا من ناحيه شي حاجه اللي كيقول له شي حاجه، كيقول لك المشكل عندك، المشكل في المحافظه، والمحافظه كنمشيو ليها كيقول لك الارض عند المياه والغابه في الصندوق. المطلوب ديالنا سيدي كنطلبوا الارض ديالنا، يتسلمنا الارض ديالنا، الا فيها شي مشكل خصنا نعرفوا مع بالنا المشكل.
هذا اللي كنعرفوا المشكل. حنا الارض ديالنا هي هذه الوالدين جدودنا بالملكيه ديالنا، عندنا جوج ملكيات ماشي غير وحده. ما عارفينش الاسباب سيدي مره نهائيا، وما عندناش الحلم تاعنا بهذا الشيء هذا. واش كيشري الواحد كيشري بلا ملكيه؟ حنا عندنا الملكيات ديالنا، عندنا جوج الملكيات ديالنا معدلين في 53 ولمن خلقنا 53 معدلين، عندنا جوج الملكيات، ما عندناش غير وحده. عندنا وحده فيها 12 الشهود باللي كيشهدوا الارض فلان وكيستغلها فلان، وعاد الملكيه عاد ليا هذه، واللي كيشري بلا ملكيه. هادشي ما عرفنا سيدي كيفاش حنا دابا كنطلبوا حنا هذا المشكل يتحل. عندنا حنا المياه والغابه ما عمرها استدعتنا، ما عمرها جات قتلنا شي حاجه. الصندوق كذلك ومثل، ما عمره رفع علينا دعوه، ما عمره جينا شي حاجه، ما عمره حتى شي حاجه، حتى شي واحد ما قالنا شي حاجه. الحد اللي كنمشيو كيجي مثلا حنا نستغلوا نبيعوها ولا شي حاجه، كيقول لك الارض فيها المشكل. كنمشيو للمحافظه، كيمشي الشاري اللي غادي يتفاهم معاه كيمشي للمحافظه كيقول لك الارض فيها المشكل. فين هو هذا المشكل؟ ما نعرف. حنا عندنا مشكل في واحد طرف الارض، طرف الارض الوالد في الطريق دوادله في تمرابط سامر البحر. الارض كنقولوا حنا ديالنا، والصندوق كتقول هي شاريها، وحنا ما الوالد ما باع ما شرا ما شاف ما راه ما عندنا وثائق، عندنا حجه، عندنا الملكيه، عندنا الحكم المحكمه الاستئناف، عندنا الحكم التحكم في شهر 11. فيما كنمشيو للمحافظه كنجبروا فيها، قال لك فيها مشكل. مع من هذا المشكل مع الصندوق، طلعت من الصندوق قال لك اسيدي حنا ما عندناش شي حاجه هنايا. مشيت نربط، مشيت جوج مرات عبيت لهم الحكم كيقولوا هما يحدوها الارض ديالهم كتحد مع ديالنا. الحسين عبد الكريم ما غطاس. ملي وريتو ديك الحكم قال لي اخي انا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه. مشيت عند الرئيس قال لي الرئيس ما هناش مسافر، وجيت حالي. مؤخرا حكمت المحكمه حنا خارجين عن فلان فلاني الحسين عبد الكريم غطاس خارج عن وعاء مطلب صحفيه الصندوق. ولحد الان كنمشيو للمحافظه كنجبروا فيها داخله في مشكل. المشكل عندك مع الصندوق. مشيت انا عنده جوج مرات قال لي سيدي انا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه، حنا ما عندنا هنايا ما كنعطيو شهاده، ما كنعطيو حتى شي حاجه، ولا عندك شي حاجه فتش عليها في المحكمه. ملي مشينا للمحكمه كنقول لك تحكمت لصالحنا يحدوها ملكا حسين عبد الكريم ما غطاس. انت اليوم حنا ما طالبين حتى شي حاجه، حنا طالبين غير اللي كيقولوا هما مشكل. انا ما عندي مشكل حتى مع شي واحد، انا بابا ما باعش ما شراش، المشكل ديالي هما طاحوا عليه واللي كيقولوا هما اللي شرا لهم وهذا، وديك الناس مشاو في ذاك الوقت مشاو للحبس ومشاو كيقولوا حنا طالبين غير الارض ديالي. بعد مني نمشي للمحافظه ولا نمشي للمحكمه فين نمشي نجبر الارض ديالي صافيه.